الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنا نأكل ولا نشبع. رد عليهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم لعلكم تفترقون، يعني هل كل واحد بياكل لوحده بتاكلوا وانتم مش مجتمعين؟ فردوا وقالوا نعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. العلم بيقول ان الاطفال اللي وجباتهم بتكون مع الاسره وبياكلوا مجتمعين اقل عرضه للسمنه، وان الاكل الجماعي بيقلل اضطرابات الطعام ويحسن الصحه النفسيه ويزود الدعم النفسي والمعنوي. كمان الاجتماع على الاكل بيساعد على تثبيت مواعيد الطعام، وده بينظم ساعتنا البيولوجيه وبالتالي بتنتظم الهرمونات. كمان ذكر الله قبل الطعام تذكير بنعمه الطعام، وده بيحرك الوعي، بيزود الاكل الواعي عندك اللي احنا بنقول عليه مايندفول ايتنج. ده غير ان مصاحبه الاسره بيزود الالفه، وده لوحده كفيل بالدعم النفسي وكفيل انه يقلل النهم والجوع العاطفي بسبب الوحده وان انت مش لاقي سند ليك ودعم نفسي من اسرتك. خلاصه الكلام، الاجتماع على الاكل بركه وسلوك وقائي يحمي من المشاكل النفسيه والاضطرابات الغذائيه. بروتوكول نبوي في الغذاء عمره اكتر من 1400 سنه بينظم سلوكياتنا مع الغذاء ومع الاخرين. دمتم طيبين وبالصحه متهنيين وبالذكاء متغذيين، ونقول سلام.